تنسى تقول الله أكبر من إنه يحرق. شوفوا، هذا إذا كان من إفراط حسن ظنهم بالله ماشي، بس مش إنكار وجحود لرب العالمين. لأنه أصلا هذا الكلام تكلم فيه بعض الناس، قالوا إنه الجنة وعد والنار وعيد. شو الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد لازم وجب أن يصدق الواعد بما وعد، هو أوجب على نفسه. بس الوعيد لو ما نفذه بكون فضل ورحمة. يعني مثلا بحكي لابني إذا بتنجح في المدرسة بجيب لك كمبيوتر، هذا وعد. وإذا بترسب بدي أخليك تنام برا البيت، وعيد. أجا ابني راسب، فاجيت قلت له خلص بسامحك هالمرة، بس المرة الجاي ايش بدك تنجح. هلا لما أنا سامحته هل أخلفت وعدي ولا رحمته؟ بس لو نجح وما شريتلوش كمبيوتر شو بكون أنا؟ كذبت عليه. فإذا الوعد يصدق به، بس الوعيد لو تنازل الله عنه أو عفى عنه هل لأحد سلطان على الله يقول له ليش؟ رحمة مني، فضل. ولذلك قالوا صدق بالوعد ويعفو عن الوعيد.